فالتاريخ ليس فيه مشكلة. الصراع في اليمن موجود بين القبائل الرئيسية مدحج وهمدان الأكبر اللي هم حاشد وبكير، وحمير موجود وحضرموت، صراع على السلطة، وكل من هذه القبائل شكلت دولة، ولكن القضية هي في خلاف المصالح. بأن كان جيل من بكير وجيل من حاشد يتولون الدولة السبئية. وكذلك في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد نشبت الحروب القبلية. بدأت الحروب القبلية في مملكة سبأ، وظهرت مملكة حمير في الجنوب ووسط اليمن. قبائل حمير بدأت تساعدها وتقوى، بينما كانت في نهاية العصر دولة مملكة سبأ بدأ النشوء. بالنسبة لقبائل همدان من هم همدان؟ هم الكهلانيين، أبناء كهلان، هم بكير وحاشد الذي كونوا المملكة السبئية في شمال اليمن. هذه هي همدان. بالنسبة لحمير هم الحميريين جنوب اليمن، أدي النهج الضالع، خبان، يريم، بعض تعز، بعض رداع، بعض حراس، هؤلاء الحميريين. وملحان وحفاش في المحويت، وحضور في وبيت حنبص في بني مقر، هكذا، وقضاعة في صعدة. هذه هي حمير. بالنسبة لكندا هي حضرموت، كانت متحالفة مع حمير. هذه الأربع التحالفات الرئيسية مع ظهور الإسلام. نتحدث عن تحالف مدحج. بالنسبة لقبائل مدحج هم عنس ومراد والحدث والأشعريين في قبل أن تظهر دولة حمير وتتمكن من فرض سيطرتها على كل اليمن القديم، عرفت اليمن عدة دول، منها سبأ وعاصمتها مأرب، معين وعاصمتها قرنو في الجوف. أما في شبوة فقد قامت كل من حضرموت وعاصمتها ميفعة، وأوسان وادي مرخى، وقتبان تمنع، حتى 115 قبل الميلاد وظهرت مملكة حمير. في البداية من هم آل حمير؟ حسب النقوش فإن آل حمير حلف قبلي تم تشكيله مع مجموعة من القبائل في يافع حاليا سروح حمير، ويعتقد أنه كان في عام 115 قبل الميلاد، العام الذي يصادف بداية الظهور التقويم الحميري المعروف. كانوا في البداية تحت سلطة دولة قتبان، فانفصلوا عنها وزحفوا من يافع إلى سفح حصر ريدان في ظفار قرب مدينة يريم في محافظة إب حاليا، وأسسوا عاصمتهم ظفار وحملوا لقب ذي ريدان، فأصبح ذي ريدان يعني آل حمير. منطقة ظفار الذي قدم إليها آل حمير كانت في الأصل تحت النفوذ السبعي، فدخل آل حمير في احتكاك مع مملكة سبأ، فانتهى الصراع إلى تحالف مع ملوك سبأ في مأرب، ونشأ من خصام سبأ وذي ريدان حلف وملك واحد يحمل اللقبين، ملك سبأ وذي ريدان.